تعال نروح للحالات التحكيميه لمباراه بيراميدز وفريق سموحه، وجايب لك اهم حالتين في المباراه. هنا لعيب سموحه كان بيطلب بضربه جزاء، نشوف مع بعض هل يد لعيب بيراميدز مكبره حجم الجسم ولا لا. لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي ان اليد مكبره حجم الجسم واليد مش في الوضع الطبيعي. كلنا عارفين طبعا ان المدافعين جوه خط ال 18 بتاعهم بيحط ايديه ورا ظهره علشان الكره لو جت في اليد بيقول لك انا ايديا ورا ظهري فما فيش تعمد. هنا اليد مش ورا الظهر، هنا اليد مكبره حجم الجسم. من الزاويه ديت انت شايف الكره بالكامل، فمعنى كده هوت ان اليد مش في الوضع الطبيعي. طيب هنا في تعمد او ما فيش، ملهاش علاقه. يعني هنا لو حتى اللاعب ما فيش تعمد ان هو يحط ايديه قدام الكوره طالما اليد مكبره حجم الجسم ومنعت الكره ان هي تعدي المدافع، وطبعا هنا ده اخر مدافع. يعني مجرد ما اللاعب او الكره تعدي اللاعب ده اصبح ان الكره في اتجاهها للمرمى مباشر، يعني ممكن يبقى فيه احراز هدف. طيب هنا الفار شاف اللعبه ديت، كان لازم بقى يجيب الحكم ويقول له تعالى شوف انت بنفسك، لان هنا هو لمسه اليد موجوده، يعني اسهل ضربه جزاء ممكن تتحسب. انا شايف ان دي من الفضايح التحكيميه اللي ممكن تشوفها في حياتك. فطبعا انا مش عارف بناء على ايه حكم الفيديو شاف ان اللعبه ديت ما فيهاش ضربه جزاء. طبعا هنا قرار خطأ جدا من حكم الفيديو ان ما يحسبش ضربه جزاء، او على الاقل ما يجيبش حكم الساحه ويقول له تعالى في تعمد من لعيب بيراميدز ان هو يحط ايديه قدام الكره. حتى لو ما فيش تعمد هيقول له ان اليد مش في الوضع الطبيعي واللاعب مكبر حجم الجسم. فطبعا هنا ضربه جزاء صحيحه لم تحتسب لفريق سموحه. نروح للحلقه اللي بعديها وهو الهدف اللي اتحسب لفريق بيراميدز. هل الهدف ده فيه تسلل ولا لا؟ لحظه لعب الكوره هتلاقي اللاعب اللي انا معلم عليه دوت الاقرب ان هو في وضع صحيح مفيش اي تسلل ليه. طبعا الهدف ده جاي في الدقيقه 97 وكان الحكم حسب 5 دقايق بس، وقت ضايع. يعني كان المفروض المباراه تنتهي في الدقيقه 95 او بالكتير قوي في الدقيقه 96 لو قلنا ان هو خد دقيقه في مراجعه ضربه الجزاء بتاعه الفار. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه سموحه وفريق بيراميدز.